خليني أقولك سر. الديفا مش دايما قوية، بس الفرق الحقيقي هي بتفكر ازاي وهي ضعيفة. لأن أي حد يقدر يكون جامد وهو كويس، بس القليل قوي وهو واقع. هقولك في الفيديو ده 7 حاجات الديفا بتعملهم لما تكون في وقت انهيار وضعف. أول حاجة الديفا بتعملها وقت الضعف، ما بتهاجمش نفسها. ما بتقولش أنا فاشلة، أنا غبية، أنا اتأخرت. لأ، هي بتفهم إن التعب مش عيب، ده إشارة. الديفا ما بتكسرش نفسها علشان تقوم. تاني حاجة الديفا بتعملها هي إنها بتفصل بين إحساسها وحقيقتها. الديفا فاهمة إن الإحساس مش دايما حقيقة. إنك حاسة إنك قليلة ما يعنيش إنك قليلة. هي بتسأل نفسها أنا حاسة بإيه، مش أنا إيه. تالت حاجة الديفا ما بتاخدش قرارات وهي منهارة. الديفا ما بتقررش وهي تعبانة، ما بتمشيش، ما بتهددش، ما بتقفلش أبواب وهي مش ثابتة. هي بتستنى تهدى وبعدين تختار. القرارات الكبيرة محتاجة عقل هادي، مش قلب موجوع. رابع حاجة الديفا تعملها وقت الضعف هي إنها بتختار العزلة المؤقتة، مش الاختفاء. الديفا بتبعد شوية، مش بتهرب. بتسكت عشان تسمع نفسها، مش عشان تعاقب الدنيا. في فرق بين إنك تختفي وإنك تعيدي شحنك. خامس حاجة واعمليها وقت ما تكوني ضعيفة ومنهارة، ما تطلبيش تعويض فوري. الديفا ما بتدورش على حد يملأ الفراغ بسرعة. ما بترميش نفسها في علاقة ولا كلام ولا إثبات. هي فاهمة إن الفراغ أحيانا لازم يتساب عشان يتقفل صح. سادس حاجة الديفا بتشوف إن الضعف مرحلة مش هوية. الديفا ما بتقولش أنا ضعيفة، بتقول أنا بمرحلة ضعف، ودي حاجة بتعدي. اللي يكسر الناس مش الضعف، هو إنهم يفضلوا في الضعف وقت كبير. سابع حاجة الديفا بتعملها إنها بتطلع من الضعف أهدى، مش أقصى. الديفا ما بتطلعش قاسية، بتطلع أوضح. ما بتقفلش قلبها، بتقفل الوصول الغلط. بتطلع كلام أقل لكنه أكتر وعي. خليكي عارفة دايما إن الديفا مش اللي ما تقعش، الديفا اللي تعرف تقوم من غير ما تضيع نفسها. لو انت في مرحلة ضعف دلوقتي، ده مش نهاية، ده إعادة ترتيب. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن سلوكيات صغيرة جدا بتعمل فرق ضخم في هيبة الديفا. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب. شكرا لأنك بتتفرجي لآخر الفيديو. شيري الفيديو مع أصحابك اللي عايزاهم يستفادوا.